لما نقول ان الاداره فن يبقى احنا بنتكلم على مجلس اداره النادي الاهلي. صلي على النبي وتعالى احكي لك الحكايه. زي ما قلت لك ان الاداره فن، لعبه الاداره هي فن، انت بتفنن ازاي تدير، والمثل ده بينطبق على مجلس اداره النادي الاهلي. ان مجلس اداره النادي الاهلي في اقل من شهرين قدر يدخل خزينه النادي الاهلي ما يعادل 15 مليون و600 الف دولار. هتقول لي ازاي؟ اقول لك صلي على النبي وتعالى احكي لك الحكايه. مبدئيا كده النادي الاهلي مكتسباته من كاس العالم للانديه وصلت 7.5 مليون دولار، ده صافي مكاسب النادي الاهلي من لعبه كاس العالم للانديه. ده اول حاجه. تاني حاجه، رسميا تم الموافقه على بيع وسام ابو علي الى نادي كولومبوس الامريكي مقابل 7.5 مليون دولار، بخلاف 2 مليون دولار كحوافز اضافيه. مليون دولار حال تسجيل وسام ابو علي 10 اهداف، ومليون دولار اخرى حال تسجيل وسام ابو علي 15 هدف. يبقى كده اجمالي الصفقه 9.5 مليون دولار، بخلاف ايه بقى؟ بخلاف 15% نسبه اعاده بيع. يبقى النادي الاهلي من كاس العالم للانديه وبيع وسام ابو علي رسميا، بس رسميا بالصافي حاليا بنتكلم في 15 مليون دولار. النادي الاهلي هياخد 5.5 مليون دولار كدفعه اولى و2 مليون دولار في شهر يناير. كده في 15 مليون دولار دخلوا خزينه النادي الاهلي. النادي الاهلي ومجلس ادارته بيقف على كده؟ لا، النادي الاهلي بيستمر في تعليم مجالس الادارات التانية فن الاداره، لان النادي الاهلي رسميا بيوافق على بيع احمد عبد القادر الوينج رقم 8 في النادي الاهلي اللي فرصه لعبه مع النادي الاهلي صعبه جدا الى نادي الحزم السعودي مقابل مبلغ 600 الف دولار. بكده يكون النادي الاهلي دخل خزينته 15 مليون و600 الف دولار في اقل من شهرين. دي يعني انا عايز اقول لك ان نادي الزمالك قيمته التسويقيه كله 11.5 مليون دولار. انت في 2 لعيبه ومشاركه في كاس العالم للانديه تخطيت نادي الزمالك ب 4 مليون و600 الف دولار. يعني زيرو منافسه، حرفيا زيرو منافسه. بخلاف ان النادي الاهلي قدر يحصل على خدمات محمود تريزيجيه مقابل 1.2 مليون الف دولار. محمود تريزيجيه اللي قيمته التسويقيه اصلا 5 مليون دولار، يعني انت موفر ما يعادل 3 مليون و500 الف دولار. بخلاف صفقه القرن ان انت بتقدر تحصل على خدمات احمد السيد زيزو، افضل لاعب او من افضل لعيبه مؤخرا في الدوري المصري، وافضل لاعب داخل نادي الزمالك مؤخرا، فري بدون ما تدفع فيه ولا مليم. ومش كده بس، انت من ارباح تقديم الصفقه قدرت تغطي واكتر تكاليف صفقه احمد السيد زيزو. لك ان تتخيل مجلس اداره النادي الاهلي بيعمل ايه. مجلس اداره النادي الاهلي بيدي دروس حرفيا في الاداره، بيدي دروس حرفيا في فنون الاداره. يعني ايه تدير، يعني ايه انت ماسك منظومه، ومش مجرد منظومه رياضيه، لا، انت النادي الاهلي اصبح منظومه استثماريه. النادي الاهلي ميزانيته الحاليه وصلت ل 8 مليار جنيه. هات لي نادي في افريقيا ميزانيته نص الرقم ده. النادي الاهلي فوق الجميع. وسام ابو علي حب يلعبها مع النادي الاهلي وجماهيره ونسي ان النادي الاهلي فوق الجميع. النادي الاهلي ما بيقفش على رئيس مجلس اداره، النادي الاهلي ما بيقفش على مجلس اداره، النادي الاهلي ما بيقفش على لعيب، النادي الاهلي ما بيقفش على مدير فني، النادي الاهلي ما بيقفش على مدير كره، النادي الاهلي ما بيقفش على حد. النادي الاهلي في ظهره جماهيره، اللاعب رقم 1 دائما وابدا، راهن عليهم. دايما هتكسب الرهان، وده اللي بيحصل كل مره، وده اللي شفناه في صفقه وسام ابو علي اللي وصلت ل 9.5 مليون دولار. لك ان تتخيل مجلس اداره النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي بتدي بقيه الانديه دروس يعني ايه النادي فوق الجميع. النادي الاهلي يأمر والكل يخضع، وده اللي حصل في صفقه وسام ابو علي. شابوه جماهير النادي الاهلي اللي ما بتبكيش على حد. انت بتلعب على جماهير النادي الاهلي باشا. النادي الاهلي هو الكبير، والاهلي فوق الجميع حرفيا. كل مره بتثبت ان النادي الاهلي فوق الجميع، شئت ام ابيت النادي الاهلي فوق الجميع. عايز مشجع الكروه الجميل، لو الفيديو عجبك ما تنساش لايك والفولو. ده عمل حبيبي اخوك محمد محسن، ودايما استنى مني كل جديد. سلام يا ريس.